السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. في الحلقات اللي فاتت شفنا أول نداء، وشفنا اللي حصل للفريق، وشفنا تاني نداء واللي سبب رعب كبير للي باقي من الفريق. والنهاردة هنشوف الباب لما اتفتح وإيه طلع جواه. يلا بينا. في أبواب لما بتتفتح ما ينفعش تتقفل تاني، وفي أصوات لما ترد عليها بتفتح لنفسك طريق من غير رجعة. الباب اتفتح، بس اللي هرب مش هما اللي كانوا مستنيينه. في فجر اليوم السابع وائل صحى على صوت حجر بيتزحلق. خرج يجري ناحية السرداب، لقى الباب مفتوح شوية وفي ريحة تراب قديم وريحة تانية مش قادر يحددها، زي دخان محروق ممزوج بعطر. وائل نادى: يا دكتور سامح، يا هاني، لكن مفيش صوت بيرد. بس جوه الباب كان في خطوات بتمشي ببطء في اتجاهه. وائل مقدرش يقاوم، قرب ومد ايده ولمس طرف الحجارة، وفي اللحظة دي النور انطفى والهواء برد لدرجة التجميد، وصوت جاي من جوه قال: دخلت خلاص. وائل فقد وعيه ثواني أو يمكن ساعات. لما فتح عينه مكانش في السرداب، كان في مكان تاني، ممر طويل وجدرانه حجرية بس منقوشة برسومات غريبة. ناس بدون عيون، أفواههم مفتوحة وكأنهم بيصرخوا. وفي آخر الممر كان في شيء واقف، مش إنسان ولا حيوان، كان له شكل بشري بس ملامحه متغيرة كل ثانية. الصوت قال لوائل: انت ناديت وجيت، اسأل وهنجاوب، بس كل سؤال ليه تمن. في الوقت ده بره السرداب الدكتور سامح كان بيكتب في دفتره بسرعة هستيرية، بيكتب اللي شافه من سنين. من أول ما كان طالب وشاف بردية في المتحف فيها خريطة لنفس المكان ده وفيها تحذير: من يسمع النداء يصبح جزءا منه. سامح كتب: أنا عارف إني غلطت، بس لازم حد يكمل الطقوس. أنا فتحت الباب بس مش أنا اللي هدخل. وساب ورقته ومشي ناحية فتحة السرداب، بس قبل ما ينزل وقف، وصوت جه من جوه وقال له: مش انت، هو اللي جه بمزاجه. وائل دخل العالم التاني، سأل سؤال واحد: انت مين؟ والصوت رد: انا اللي كانوا بيخبوني، انا صدى صراخ المدفونين، انا اللي سابوني مربوط ورا الباب لآلاف السنين وانت فتحت. فجأة وائل حس بجسده بيتشقلب، بقى شايف نفسه من فوق، شايف جسده بيتحول، جلده بيغمق، عينه بتسود، وصوت جديد جواه بيقول: مبروك، بقيت وعاء. الدور الجاي على مين؟ بعد 3 أيام فريق إنقاذ جه لموقع البعثة، ملقوش حد ولا جثث ولا خيام، بس لقوا ورقة واحدة مرمية جنب فتحة السرداب، مكتوب فيها بخط وائل: الباب اتفتح وكل اللي خرج ملوش رجعة، اقفلوه قبل ما يسمع حد تاني. لكن الغريب إن السرداب كان مقفول تاني وكأنه مفتحش أصلا. ولهنا يا أصحابي وصلنا لآخر القصة. نداء من تحت الأرض. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان ميفوتكش اللي جاي. ولو عندك قصة ياريت تبعتلنا على الانستجرام. سلام.